والله الموضوع مضحك يا كابتن حسين لبيب. يعني انا لو منك دلوقتي بقى تسيب استقالتك كده وتمشي على نادي الزمالك عشان انت خربته. يعني النادي الاهلي في الدوري كان متعثر خالص وواقف على الثلاث نقط بتوعك، رحت عطيتهم له. تمام، ورحت اتعادلت مع بيراميدز، يعني بوظت الدنيا على بيراميدز وعطيت الدوري للنادي الاهلي. حلو، ولا انسحبت من الدوري ولا مطالبك اتنفذت. كاس مصر، عارفين ان النادي الاهلي والزمالك المطوشه بتاعتهم ما بتتوقعش. تمام، فالنادي الاهلي طلع وسابهولك، المفروض تخش انت بقى تاخد كاس مصر. راح تلعبني بالناشئين وتطلع من طلائع الجيش. طلائع الجيش بتطلعك عن الكاس عشان رايح تلعب بالناشئين، وقبل الماتش بتقول وانا لو انسحبت الغرامه ايه؟ انت بتفكر في انسحاب ليه؟ وبتفكر طلعنا الموسم ده صفر، والنادي الاهلي انسحب منه عشان اخد بطولات وبيريح لعيبته. هيطلع عليه غرامه مش هيطلع عليه غرامه مش بتاعتنا. لكن انت ايه اللي انت بتعمله؟ ايه الفشل، قمه الفشل اللي انتوا